تكم الصفافير، ادي واحد. اتنين، لاحظتوا صوت ضربة قفا تك، ده على قفا او وش المواطن. وسمعت الضابط وهو بيقول له شيلوا من قفاه، يعني اظن يعني تبقى حاجة ظريفة خالص لو شفنا الفيديو مرة كمان. واتمنى انه اخواننا في العلاقات العامة بوزارة الداخلية والمكتب المباشر لوزير الداخلية اللي هو مجدي عبد الغفار يشوف هذا الفيديو. طب احنا هنعرضه مرة كمان يعني في الاعادة افادة برضو. على ما يبدو من هيئة هذا الضابط ومن حجمه ومن شعره الابيض ان هو ضابط رتبة، يعني حلو قوي. طبعا ده ضابط قدوة، فالضابط الصغير اللي ممكن يبقى موجود في الحملة دي شايف قدوته ايه، والعسكري شايف قدوته ايه، وامين الشرطة شايف قدوته ايه. وكويس ان الفيديو احنا جايبينه بس من اوله خالص. البلدوزر بيشيل الازالة، صح 100%، صح 100%، دولة وقانون و100 فل. المواطن واقف عامل كده، يا باشا ما ينفعش، يا باشا يا باشا ما ينفعش، يا باشا هاتولي هنا، هو ده اللي ما ينفعش، يالا هاتولي هنا. ويتسحب المواطن من هدومه ويتكمر من الحزام بتاعه ويتشد ويروح، اللي ما ينفعش يالا. لا، حاجة جميلة الحقيقة، حاجة تفرح، حاجة تشرف، حاجة تبسط، حاجة كده تخليك تبقى قاعد سعيد وتقول يا سلام، دي حاجة جميلة خالص. وبعدين يعدي جوه الكوريدور بتاع الجنينة فيتلب طق، سمعتوا الطرقعة؟ ها تمام. ينفعش يادي يا ابن ينفعش يادي، ينفعش ايه، حاجة عظيمة الحقيقة. سلوك مشين وحقير، ولا اظن ان هذا هو سلوك الضباط بالداخلية، ولا اظن ان هذا الضابط يمثل قطاعا كبيرا من المؤسسة تحت اي ظرف من الظروف، بل اظن انه لا يمثل ان نفسه، وان مثل مجموعة فهي النسبة الاقل والاكثر ضآلة وضحالة الحقيقة اللي موجودة. وهي دي النسبة اللي لازم تتشد الحقيقة من الوزير. والوزير لما بيوقع العقوبة ويفتح التحقيقات، الحكاية هتبدأ تتعدل. والحقيقة انه عمل كده قبل كده، لو تتذكروا مع الضابط بتاع موكب محافظ القاهرة، عمل قبل كده مع ضباط اتجابوا من بيوتهم لانهم اخطأوا وبلطجوا، وهكذا ضباط اتسلموا للنيابة، الخ الخ الخ، حصل. والحقيقة برضو ان ده حصل في اخر عهد اللي هو محمد ابراهيم، لما تم تسليم الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ رحمة الله عليها. حلو، ده كلام جميل. في انتظار اما تواصلا من الداخلية كما عودتنا في هذا البرنامج، تواصل سريع بانه ايوه احنا عرفنا بالفعل يا جماعة لهذا الضابط وهيتم استدعائه غدا صباحا او دلوقتي للتحقيق. لسه التواصل ده ما حصلش، نتمنى انه ده يحصل كما عودونا. الحقيقة ما بتخلصش الحلقة غير لما بيروحوا مبلغينا فورا، دي تبقى حاجة ظريفة لطيفة. وهي المسألة كمان برضو نصيحة لاخواننا في الداخلية وطلب من سيادة اللواء مجدي عبد الغفار، الا وهو توقيع العقوبة المنصوص عليها قانونا او في اللائحة المنظمة لوزارة الداخلية في اقصاها، في اقصاها. ليه؟ اللي اتعلمناه انه من امن العقاب اساء الادب. يعني على سبيل المثال، انا سعيد بتوقيع عقوبات الاعدام على الارهابيين، حبارة يتعدم، فلان يتعدم ونص، تمام. ارهابي قاتل يعدم. جزء من اللي حصل في الفترة الماضية من هؤلاء الارهابيين كان، او جزء من اللي حصل كان بسبب انه ما فيش توقيع عقوبات اعدام حصلت على القتلة الارهابيين ابدا. لما تبدأ هذه الاعدامات تحصل، العيال الصغيرة دي تبدأ تتلم وكله يخش جوه الجحر بتاعه تاني. نفس الحكاية الحقيقة لما الضابط يخطئ
وتوقع عليه العقوبة في اقصاها كما يحددها القانون. القانون ممكن يبقى فيه عقوبة 1 و2 و3 على نفس الفعل. لو خدت العقوبة القصوى كله هيظبط الاداء، لو خدت العقوبة الدنيا حصلش حاجة. واللي هو مجدي ضابط قديم وعارف ده من الاخر. طيب نروح لخبر تاني يتعلق بال